سلام. اليوم غادي نهضروا على انخيل دي ماريا، لاعب اللي عاش لحظات خرافيه مع المنتخب الارجنتيني واللي ودعو زملائه بطريقه مؤثره كتستاهل التقدير. من بعد ما قرر يعتزل اللعب الدولي مباشره من بعد كاس العالم 2022، زملائه في الفريق رفعوا في السماء وصفيات وفرحة كبيرة. كان مشهد مؤثر كيبرز المحبة الكبيرة اللي كيعبروا عليها تجاهه، كيفاش فرض راسو كواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ ديال المنتخب. لحظة الوداع كان ديال الاحترام والتقدير، بحال اللي كيقولوا ليه شكرا على كلشي اللي قدمتيه، كنتي ديما حاضر في المواقف الكبيرة. اليوم غادي نهضروا على القصة ديال دي ماريا، كيفاش بدا مشواره من الأحياء الشعبية توصل لأكبر المحافل الكروية. قبل ما نبداو ما تنساوش دير معكم لايك، اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بداية ديال انخيل دي ماريا تزاد في مدينة روساريو في الأرجنتين نهار 14 فبراير 1988 وسط عائلة متواضعة. ومن صغرو كان مولوع بكرة القدم وكيلعب في الأزقة ديال الحي ديالو. رغم الظروف المادية الصعيبة دي ماريا كان عنده طموح كبير باش يوصل لأعلى المستويات. بدا مع الفريق المحلي روساريو سنترال، ورغم ان البدايات كانت صعيبة بزاف إلا ان الإصرار ديالو ودعم العائلة ديالو خلاوه مكمل في الطريق باش يحقق الحلم ديالو. الانتقال ديالو لأوروبا في 2007 كان باقي صغير، جاتو الفرصة باش يمشي لفانفيكا في البطولة البرتغالية. السفر لأوروبا في داك السن كان تحدي كبير، خاصو يتأقلم مع الحياة الجديدة بعيدا عن العائلة كما كتعرفوا اللغة جديدة وثقافة مختلفة، ولكن بفضل الصبر والذكاء ديالو قدر يتأقلم بسرعة وبدا كيظهر المستوى ديالو حتى الأندية الكبيرة بدات كتتبعو. لحظة التألق في 2014 جابو ديال ريال مدريد، وهنا بدات المسيرة ديالو في النجومية الحقيقية. بين الإنجازات الكبيرة ديالو هو الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2014 واللي كان فيها دي ماريا حاسم في طريقة اللعب والتمريرات من بعد اللعب في مانشستر يونايتد. ولكن التألق الكبير كان مع باريس سان جيرمان، فريق قدم مواسم ممتازة من أبرز اللاعبين اللي دازوا على الفريق الفرنسي. ولكن اللحظات اللي كان غتبقى خالدة عند الجماهير هي مع المنتخب الأرجنتيني، خصوصا في 2021 ملي ساهم في الفوز بكوبا أمريكا. في 2022 في المونديال قطر فإن سجل هدف حاسم في المباراة النهائية ضد فرنسا، اللي قرر دي ماريا يعتزل اللعب الدولي من بعد ما حقق الحلم ديالو مع المنتخب وفاز بكأس العالم 2022. الوداع ديالو كان واحد من اللحظات المؤثرة بزاف، اللي زملائه في الفريق الأرجنتيني رفعوا في الهواء كان كيعبروا على الحب والاحترام. المشهد اللي كان مؤثر وكيستاهل التقدير ديالنا كاملين. هاد الوداع من بعد سنوات ديال التحدي والانتصارات كيبرز ان دي ماريا بصمته كتبقى في التاريخ. رغم الانجازات الكبيره ديالو دي ماريا ما خداش التقدير الاعلامي اللي كيستحقوا. الاعلام غالبا كيصب تركيزا على اللاعبين اللي كيتلقاو الاهتمام اعلاميا كبير اللي كيلعبوا في أندية عالمية أكثر شهرة. دي ماريا كان واحد من اللاعبين اللي مروا في الظلم الإعلامي، ولكن الناس اللي كيعشقوا الكرة عارفين قيمته الحقيقية والفريق اللي لعب فيها. دي ماريا يبقى من اللاعبين اللي صعيب يتنزع كلاعب وكإنسان. القصة ديالو هي قصة ديال التحدي والطموح والإصرار، قصة ديال واحد اللاعب اللي قدر يوصل للعالمية رغم الصعوبات. دابا من بعد ما اعتزل اللعب الدولي غيبقى ديما في قلوب الجماهير الأرجنتينية وفي قلوب كل واحد شاف كيفاش كان كيدافع على القميص ديالو سواء مع الأندية ولا مع المنتخب ديالو. كل حب والتفاني. اشنو داركم في القصة ديال دي ماريا؟